عندي مشكله في التكييف والكهرباء شغاله ومعرفش ايه اللي حصل له، فبحاول افهم ايه اللي حصل وايه المشكله. طبعا احنا في فلوريدا هنا ما ينفعش تستغنى عنه، وده الجزء الخارجي بتاعه. تعالى اوريكم بقى الجزء الداخلي اللي موجود في البيت عامل ازاي. بصوا ده الجهاز اللي احنا بنتحكم فيه بدرجه الحراره وكده، مش شغال اهو، مفيهوش اي حاجه. وده تكييف من جوه اهو مش شغال رغم ان الكهرباء شغاله. بص انا خلاص عرفت المشكله فين، هي في الماسوره دي، وعرفت كمان ايه الحل. تعالوا معايا. طبعا انت لو ساكن في فلوريدا او تكساس ما ينفعش تعيش ابدا من غير تكييف، دي مشكله كبيره يعني. بس الحلو بقى ان واحد جاري كان عنده نفس المشكله وقال لي المفروض ان انا اعمل ايه. وصلنا للمكان لوز. انا بدور على الشوف باك، هي دي اللي انا بدور عليها. كده فتحناها وركبناها. ومحتاجين بقى ايه نوصلها بدي عشان نشفط الميه اللي جواها. شغلها بقى وخليها تشفط. A few minutes later. تعال نفتحها بقى نشوف. بص كمية مية كتير، هو ده السبب. كل المية دي هي اللي كانت مانعة التكييف ان هو يشتغل. تمام. وكده بصوا التكييف اشتغل الحمد لله. طول ما انت مأجر مش محتاج تعتل هم اي حاجة، لكن اول لما تشتري بيت اشرب بقى، هتلاقي مصاريف ورا بعض.